هاي يا جماعة، بقالي كتير ما اتكلمتش معاكم، فحبيت اعمل فيديو كده وانا بصور نفسي بقعد في المكان اللي انا بحبه واقعد ادردش معاكم. بقالي كتير ما خرجتش لوحدي وعملت الحاجات اللي متعودة اعملها ايام ما كنت لسه سنجل. فقلت لا، ما بدهيش، هاخد بعضي بقى واروح اقعد على الكافيه واقعد كده افكر مع نفسي واسرح بخيالي واقعد يكون عندي الوقت، لان بزحمة الحياة والسفر الكتير اللي بعمله ما عادش عندي وقت ان انا اقعد وافكر مع نفسي، اخد لحظة كده هدوء مع الدوشة اللي حواليا. فقلت لا، ما بديهاش، انا هقعد افكر، اروح مكان بحبه. وانا من زمان جدا بحب اروح اقعد على كافيه، اطلب مشروبي المفضل سواء كوفي او ماتشا او اي حاجة. والنهاردة انا قلت لا، بقالي كتير جدا من ايام ما كنت في الثانوية العامة مش رسمت. انا بحب الرسم جدا من وانا صغيرة، الرسم هو كان هوايتي المفضلة. فما بيني وما بينكم كده انا كنت خايفة ارسم، لان بقالي كتير جدا ما رسمتش. وخاصة لو انتي ما بترسميش بقالك فترة بتحسي ان انتي يعني مش لسه شاطرة زي الاول، زي ما متعودة ان انتي كل يوم ترسمي، اكيد كفاءتك في الرسم بيكون احسن. فقلت خلاص انا هجرب اعمل حاجه صغننه بحس ان انا انجزت ان انا عملت حاجه. بصراحه كنت مبسوطه جدا وانا بميكس بالالوان. اي نعم، الباليت اللي معايا دي مش احسن حاجه، بس انا مبسوطه بيها. وطلعت رسمه كده من على بينترست وقعدت يعني ارسم زيها، لان حسيت ان انا المخيله عندي حصل لها دراينس، جفاف، من كتر ما انا بقالي زمان ما عدتش برسم. وانا كمان من الاشخاص اللي بحب وانا في الكافيه اقعد اتفرج على الناس اللي حواليا. فلقيت البنوته دي قاعده جايبه المشروب بتاعها الكوفي وجايبه نوت بوك وقاعده بتكتب افكارها ومشاعرها واحاسيسها، وبتشرب الكوفي بتاعتها وحاطه الهيدفون في ودانها اللي هي السماعات التقليديه مش الوايرلس. عجبني جدا شكلها، قلت يعني يا جاتلي على الجرح، حلو قوي ان شفت حد كده شجعتني ان اعمل حاجه من زمان كان نفسي اعملها، وان انا اقدر اقعد مع نفسي لوحدي واعمل حاجه بقالي كتير جدا ما حبيتها، بقالي كتير جدا ما عملتهاش، وهي الرسم. الغرض من الكلام النهارده ان انا كمان عايزه اعزمكم على كوفي، ف جوين مي للحلقه بتاعت النهارده. هنتكلم ازاي تستمتعي بوحدتك، وان انتي تعملي حاجه بتحبيها حتى لو صغيره. قد ايه الحاجه دي هتديكي طاقه. يعني انا قعدت في الكافيه هنا ساعه، قعدت افكر مع نفسي، اتفرج على الناس اللي حواليا واشوف كابلز واشوف سنجل واشوف بنوته قاعده لوحدها بتكتب افكارها. وانا من الاشخاص اللي بحب، يعني انا people watcher، بحب اتفرج على الناس وبقرا البادي لانجوج بتاعتهم وبحس بطاقة كل الناس اللي حواليا. ولو الناس اللي حواليا طاقتهم حلوة ده بيديني انرجي اكتر. بصراحة انبسطت جدا بقعدتي هنا لوحدي، وحسيت ان انا يعني مفتقدة الفترة دي من حياتي، ان انا اقعد لوحدي. وقلت ايه ده، لا انا لازم اقعد مع نفسي اكتر من كده واقعد افكر مع نفسي. وانتوا كمان يا حبايبي يا اصحابي اللي متابعيني على اليوتيوب، يعني زي ما قلت لكم، خدوا بعضكم روحوا اعزموا نفسكم على مكان. مش لازم يكون غالي، حاجة بسيطة، واقعدي مع نفسك فكري انت عايزة ايه، انت نفسك في ايه، بقالك زمان ايه كان نفسك تعمليه وبقالك فترة ما عملتهوش، سواء انت سنجل او مرتبطة او مخطوبة او whatever. ان انت تقعدي تعملي حاجات بقالك كتير ما عملتهاش، وشوفي قد ايه طاقتك هتتغير بعد ما تعملي الحاجة دي. فبصراحة انا انبسطت جدا بالفترة اللي انا قعدتها. اكتبوا لي مثلا انتوا في الكومنتات ايه هي هوايتكم، بتحبوا تقعدوا لوحدكم ولا انتوا من الاشخاص اللي بتخاف تقعد لوحدها. انا اعرف بنات كتير جدا بيخافوا يقعدوا مع نفسهم لوحدهم، مش فكرة ان هم يقعدوا مع وحدهم في البيت، الفكرة ان هم يقعدوا مع نفسهم. ان ازاي ان انتي ما بتعرفيش تقعدي وتستمتعي مع نفسك بوقتك مع نفسك. يعني انا من الاشخاص اللي بحب جدا 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 اقعد مع نفسي، بحس ان انا مش محتاجة اي حد غير نفسي، واقعد مع نفسي، لان انا بحس جوايا مواهب وجوايا فنون مسلياني. فعشان كده يا بنات دايما سلوا نفسكم، دايما اشتغلوا على مواهبكم وقدراتكم،
وشغلوا دماغكم بالمواهب اللي جواكم. والمواهب على فكرة دي كمان ممكن تكون مصدر رزق ليكم في المستقبل كبير جدا. بس احنا مش بنتكلم دلوقتي على الجزء المادي منها، احنا بنتكلم على الجزء الروحاني، ان انت تمارسي هواية بقالك كتير ما مارستهاش، او ان انت تنمي جواكي هواية هي عندك بشكل صغير، بس انت بالممارسة لما بتمارسيها كل يوم بتحسي ان هي بتكبر معاكي واحدة واحدة كأنها وردة وانت شايفاها بتكبر قدامك. فدايما ركزوا على مواهبكم واشتغلوا عليها وما تنسوهاش زي ما انا نسيتها. اي نعم انا بقالي فترة ما رسمتش، بس لما كبرت اكتشفت ان انا عندي مواهب كتيرة تانية كتيرة. انا مشكلتي ان انا متعددة المواهب، عندي مواهب كتيرة جدا جدا جدا، بس الوقت دايما عندي مش مكفي. فعشان كده حاسه ان دايما في زحمه في دماغي، حاسه الافكار عندي كتير لاني عايزه اعمل حاجات كتيره جدا بس ما عنديش وقت اعملها. السفر طبعا بيعمل لي ارهاق، واللي متابعني من فتره عارف ان انا عندي قناه تانية على اليوتيوب خاصه بالسفر. فعشان كده فصلت ما بين القناتين بتوعي على اليوتيوب. عملت قناة لايف ستايل بالفتنس والحياة الصحية والمايند سيت وتطوير الشخصية والذات، وهكلمكم كمان حلقة، اعمل لكم حلقات كمان عن البيزنس. ف طبعا اعملوا اشتراك بالقناة دلوقتي وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي هنزلها الايام الجاية. طبعا زي ما قلت لكم اكتبوا لي في الكومنتات ايه هي الهوايات بتاعتكم، بتحبوا تعملوا ايه وانتوا قاعدين مع نفسكم. هل انتم من الاشخاص فعلا اللي بتستمتع بقعدتكم لوحدكم ولا بتخافوا؟ طيب لو انت شخص ما بتحبيش تقعدي مع نفسك، فانت متخيله لو انت ما بتعرفيش تقعدي مع نفسك فطاقتك يعني اللي حواليكي هيعرف وهيحس ده، فتحس ان الناس برضو مش بيعرفوا يستمتعوا بقعدتهم معاكي. فانتي محتاجة ان انتي تقعدي مع نفسك وتحبي نفسك وتحبي وحدتك، لان انتي محتاجة حتى لو ما عندكيش اوقات تقعدي فيها لوحدك، انتي المفروض تمارسي الموضوع ده، ان انتي تقعدي لوحدك عشان تستمتعي بوحدتك. لانها انا شايفاها يعني سلاح من اسلحة المرأة القوية، اللي هي متبقاش محتاجة اي حد غير نفسها، كافية نفسها، جايبة لنفسها كل حاجة، او ان هي بروحها قادرة ان هي تحس ان هي عندها كل حاجة. مش متخيلين هنا بقى فرحتي ازاي لما رسمت، حتى رسمة صغننة جدا جدا بس فرقت معايا في المود وغيرت لي جوي، وحسيت ان انا عملت انجاز كبير جدا النهارده، مع انه حاجة بسيطة بس قد ايه غيرت من نفسيتي وحسيتني ان انا بقالك يعني انا من زمان جدا كل شويه اقول ايه انا عايزه ارسم عايزه ارسم، واليوم يخلص في زحمه اليوم واكون مش رسمت. فبحس ان انا كده ممكن مش بفكر فيها بس بحسها جوايا. بس النهارده لما قعدت مع نفسي ورسمت بصراحه اتبسطت جدا وحسيت ان انا عملت انجاز صغير بس كبير اثر على روحي. بس ان انا قاعده لوحدي استمتع بوقتي لوحدي، بشرب الكوفي او الماتشا، برسم بالوان، احساس ان انا كمان اقعد امكس الالوان واقعد اتعلم واقعد يعني ابدع كده، لان الكرياتيفيتي دي حته من جوانا لازم، او حته جوانا لازم ننميها. الكرياتيفيتي كده عامله زي اوتار الجيتار، لما بتمشوا عليها بتدي ميوزك حلوه، موسيقى حلوه. فانتي لما بتشتغلي على الابداعيه او الكرياتيفيتي عندك بتحسي ان انتي كأنك بتغذي روحك، كأنك كده لما بتبقي بتسمعي موسيقى وتحسي ان الموسيقى جاتلك على المود الصح وحطتك في مود حلو. لما تقعدي تعملي حاجة انتي بتحبيها او هوبي او تشتغلي على اي جانب من جوانب الحياة اللي انتي بتحبيها، سواء رسم سواء موسيقى سواء ان انتي تغني، او حتى يا بنات ارقصي، افتحي ميوزك، بصي على نفسك في المراية واقعدي ارقصي. بجد بيفرق في النفسية يا بنات بشكل جبار جدا. انا يعني بصراحة الايام دي بحاول اركز في السمول ديتيلز وارجع اعمل حاجات صغيرة انا كنت متعودة اعملها وغيرت من نفسيتي للافضل، بتفرق معايا في يومي. لان انا دايما بحس ان انا ايامي كلها مسحومة مشحونة بتاسكات، بتودو ليست، بإيديت كتير جدا على اليوتيوب، واليوم بيخلص وبحس ان انا ايه ده انا ملحقتش اعمل كل الحاجات. يعني انا دايما بكتب لنفسي تو دو ليست يعني زي من القاهرة كده، من مصر لأي بلد تانية كأني مسافرة.
فالتودو ليست بتاعتي اللي انا اقصدها ان هي طويله وكبيره ودايما مليانه، فبيخلص اليوم بحس ان انا ما خلصتش التودو ليست. وهي بصراحه جباره يعني، هي اليوم 24 ساعه وانا بحط تاسكات كتيره جدا لليوم. بس بما ان انا بشتغل لنفسي وبعمل كل حاجه لنفسي، فمن A to Z، فانا المدير وانا العامل وانا الفريق كله. بس انا مستمتعه باللي انا بعمله لان ده شغلي وده حاجه انا بحبها. واليوتيوب لو انتوا ما تعرفوش فيه جزء كمان ابداعي، ان انا اقعد اعمل اديت في اليوتيوب، اصور نفسي، اغير الزوايا، احط ميوزك، اعمل لكم فويس اوفر زي اللي انا بعمله دلوقتي من غير ما انا محضره اصلا، انا بكلمكم من قلبي لقلبكم. لان في بنات كتيره جدا بعتت لي تقول لي فين جيرل ستوك، ما عدتيش بتتكلمي معانا. انا راجعه لكم وهتكلم معاكم ومحضره لكم مواضيع كتيره جدا انا عايزه اكلمكم فيها، حاجات انا جربتها وشفتها حواليا، وعايزه البنات اوعيها واعلمها ازاي يبقوا النسخه الافضل من نفسهم، مش عشان خاطر اي حد، عشان يخاطر نفسهم فيكون النسخه الافضل من نفسهم لنفسهم هم، عشان يجيلكوا اي احلى حاجه في الحياه. لان طول ما انتي في التوب كل حاجه بتجيلك توب، او في مقامك يعني. فدايما نعلي من مقامنا، دايما نعلي من كل حاجه جوانا، حتى من روحنا، زي ما بقول لكم الكرياتيفيتي بتاعتنا. فهتلاقي كل حاجه بتجيلك في الحياه بنفس الليفل اللي انتي حاطه نفسك فيه. فحبيت ادردش معاكم النهارده كده دردشه سريعه. وطبعا ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا جرس الاشعارات وتقولي لي رايكم في الحلقه. انا بصراحه الفويس اوفر انا ما كنتش محضراه، انا يعني اتكلمت عن تجربتي النهارده، ان انا كنت عايزه ارسم ورسمت، وان الموضوع فرق في حالتي النفسيه كتير جدا. حسيت ان انا عملت انجاز صغير حلو جميل لنفسي. فعايزاكم كمان انتوا تحسوا بالانجاز، وعايزاكم كمان تحسوا ان انتوا بتحبوا نفسكم وبتحبوا وحدتكم وبتعرفوا تطلعوا الطاقات الجميلة اللي جواكم وتكتشفوا نفسكم. لان انا من الاشخاص اللي دايما بآمن ان كلنا اتولدنا بطاقة خارقة، طاقة جميلة، بس محتاجين ندعبس جوا نفسنا كده عشان ايه؟ نطلع الطاقة دي، نعرف هي ايه، وكمان نشتغل عليها عشان تبقى احسن حاجة فينا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، استفدتوا من الفويس اوفر او من الدردشة بتاعتي اللي قلتها لكم. واستنوني في الحلقات الجاية في دردشة بنات اللي هنزلها على قناتي هنا، واشوفكم في فيديو جديد. متنسوش تكتبوا لي كومنتات حلوة، وباي باي.